البيتزا بس بدي الحبه الكامله. يعني هقول لكم بقى على السر اللي هو زي المحلات واحلى كمان. اول حاجه بقى نعملها عشان طبعا نعمل بيتزا بنظام الطيبات، هنختبر الخميره. فالخميره هتجيبي لها زي شويه ميه دافيه كده، هتحطيها في بوله وتحطيها هنا، وبعد كده تحطي لها معلقتين خميره. بعد كده بقى نحط السكر عشان نخلي الخميره تتفاعل، فنحط زي 3 معالق كده، وهندوبهم بقى مع بعض، وهنسيبهم طبعا على جنب كده شويه وتغطيهم عشان الخميره تتفاعل في الميه الدافيه اللي انت حطاها. زي ما انتم شايفين دوبنا الخميره مع السكر مع الميه الدافيه، فهنسيبها على جنب كده 5 دقايق ونغطي عليها. وبعد كده نجهز المكونات التانيه. فهنجيب بوله تانيه كده نجهز فيها العجينه، وهنجيب طبعا الدقيق الحبه الكامله، عشان طبعا البيتزا نظام الطيبات فبستعمل لها الدقيق ده، فالدقيق ده حلو ناجح يعني. نجيب البوله وهنجيب 3 كوبايات دقيق هنحطهم المكونات كده. اول كوبايه من دي هنحطها، ودي تاني كوبايه معانا، ودي التالتة. يبقى كده حطينا 3 كوبايات دي الحبه الكامله. ننزل بقى على المكونات بمعلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. نحط كمان على المكونات اللي احنا عاملينها دي معلقه خل اهي كده. ودلوقتي بقى نشوف الخميره. احنا طبعا سيبناها زي شويه كده قبل ما حضرنا المكونات، فهي بصوا طلع لها دلوقتي بابلز، بصوا عامله ازاي. فطالما طلع لها بابلز كده يبقى كده هي ناجحه. فهنقلبها بقى المكونات كلها. معانا بقى كوبايه الا ربع ميه دافيه، لان الدافيه بتبقى احسن شويه من البارده، فهنلم بيها طبعا المكونات كلها، مش هنعجن، هنلمها بس لحد طبعا ما يبقى قوامها متماسك. يعني ما تقلبيش الميه كلها، حبه حبه لحد ما تشوفيها يعني خلاص مش محتاجه ميه خلاص. احنا طبعا حطينا الميه عليها فبنزودها تدريجيا، وبعد كده بنلم العجينه، وبعد كده نحط عليها معلقه زعتر صغيره زي ما انتم شايفينها كده. كده طبعا الميه تفضلي تلمي في العجينه لحد ما تشوفي هي محتاجه ميه تاني ولا لا. دلوقتي طبعا احنا حطينا الميه تدريجيا كده على المكونات اللي احنا حاطينها كلها، فاحنا مش بنعجنها، احنا بنلمها بس كده عشان خاطر تبقى متماسكه، نعرف يعني نفردها بعد كده ونسيبها تخمر طبعا شويه. بعد ما لميت العجينه كده زي ما انتم شايفينها، نزل عليها ربع كوبايه زيت كده اللي انتم شايفينه. هنخليها كلها عليها الزيت ونلمها تاني، مش هنعجن هنلمها بس. ودلوقتي بقى بعد ما لمينا العجينه زي ما انتم شايفينها كده، فطبعا كده تمام. فهنقوم سايبينها نص ساعه، وبعد كده هنغطيها عشان تخمر، وبعد كده هنرجع لها تاني. ودلوقتي بقى حبايبي هنعمل صلصه البيتزا. فصلصه البيتزا هنجيب اي طاسه نعمل فيها او كزرولة زي دي، وهنحط فيها شويه زيت على النار اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنجيب كام فص ثوم وهنقطعهم حتت كده، وبعد كده نقلبها في الطاسه. طبعا هتاخد يعني تحميره حاجه بسيطه قوي على النار. شوحهم بقى هنا على النار حاجه بسيطه، يعني ما نحمروش قوي، يعني حاجه يبقى لونه فاتح شويه، علشان لما نقلب الصلصه طبعا على التومه ما نغمقش التومه قوي، لان لو غمقتيها هتديها طعم مراره في الصلصه. صدقوني حبايبي انا الطريقه دي واخداها، يعني انا واحده جارتي يعني ايطاليه، فالطريقه دي بتاعتهم من البيتزا الايطاليه الاصلي اللي بيعملوها. فبصراحه طريقه ناجحه وطريقه كويسه قوي، وانا يعني دوقتها منها وبعد كده عملتها وبعملها بنفس النظام، فجميلة جدا. يعني دي الطريقة الأصلية فعلا. نحط فيها معلقتين صلصة طبعا بعد ما ياخد لون شوية الثوم اللي على النار. وطبعا بقى حبايبي يعني ركزوا في الخطوات اللي بعملها دي، لأن الحاجات البسيطة دي بتاخد البيتزا يعني بتخليها في حتة تانية خالص. فطبعا لو وصلتوا لحد هنا حبايبي متنسوش الاشتراك واللايك، وأهم حاجة طبعا تصلوا على النبي. وهنا بقى بعد ما سيبناه شوية وبقى لونه ذهبي هننزل عليه معلقتين صلصة كده. ادي أول معلقة، دي التانية. هنحط بقى عليها ملح والبهارات. فاحنا هنحط فلفل اسمر وشطه زعتر. اول حاجه طبعا الملح. بصراحه الصلصه اللي انا بعملها للوش بتاع البيتزا اما باجي ادهن بيها البيتزا من على الوش، بتخلي البيتزا بتروح في حته تانية خالص، تدي طعم خطير. ودي بصراحه بطريقه ايطاليه، لان جارتي ما قالت لي عليها عامله نفس الصلصه بالمنظر ده. فهنا بقى طبعا عامله الصلصه على النار، فاحط عليها معلقه فلفل اسمر، واحط عليها بقى الشطه حسب الرغبه. يعني انا حاطه هنا معلقه صغيره، ما بنحبش الشطه كتير، فانت حسب الرغبه. هنحط بقى هنا معلقه زعتر صغيره زي ما انتم شايفينه كده، وبعد كده هنقلب المكونات كلها مع بعض ونحط معلقه خل صغيره. ودلوقتي بقى حبايبي خلاص كده الصلصه جهزت معانا، فهنطفي عليها النار. وبعد ما سيبناها بقى العجينه تخمر نص ساعه هنشوفها بقى دلوقتي مع بعض. ما شاء الله بصوا العجينه خمرت بعد ما سيبناها طبعا نص ساعه واختبرنا الخميره. فطبعا طالما الخميره تمام بتبقى العجينه حلوه. جبنا بقى صينيه ودهناها زيت كده عشان برضو من تحت ما تلزقش، ما ندخلها الفرن.
دلوقتي بقى حبايبي هنلم العجينه عشان نطلع منها الهواء، عشان لما نفردها في الصينيه نعرف نفردها. دلوقتي بقى حبايبي هنحطها في الصينيه وهنفردها فيها. طبعا احنا دهنين تحت عشان لما نيجي ندخلها ما تلزقش، فهنفردها في قلب الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بس الحروف بتاعتها هنخليها عاليه علشان لما نحط الحشو بتاع البيتزا يبقى في جوانب عاليه، الحشو بتاع البيتزا ما يطلعش بره. بقى خلاص فردناها في قلب الصينيه زي ما انتم شايفينها كده. هنجيب بقى الشوكه وهنعمل بيها العجينه نفسها، نخرمها كده زي ما انتم شايفين. هنفضل ماشيين دايره كده في قلب العجينه لحد ما نعمل، علشان طبعا لما تدخليها الفرن ما تقبش معانا وتبقى دي الشكل النهائي عليها طبعا الوش اللي احنا لسه هنعمله. دلوقتي بقى حبايبي هنجيب الصلصه بتاع البيتزا اللي احنا عملناها مع بعض وهندهن بيها وش البيتزا زي ما انتم شايفين كده، بس مش هندهن الاطراف. عملناها بطريقه جميله قوي سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. يعني ما تعمليها كده وبعدين تديني بقى الوش بتاع البيتزا هتلاقيها يعني طعمها بيدي طعم جميل وخطير قوي، وبتبقى شبه المحلات. بصراحه الصلصه بتاعتها بتبقى جميله قوي. طبعا الاطراف بتاعت البيتزا دي اللي انتوا شايفينها سايبينها لان لا بندهنها صلصه ولا بنخرمها. دلوقتي بقى خلاص خلصنا حطينا الصلصه بتاعتها بتاع البيتزا، فهنسويها بقى مع بعض. نخليها كلها متساويه كده عشان ما تبقاش مثلا حته فيها وحته ما فيهاش، كلها تبقى متساويه زي بعض. دلوقتي طبعا خلصنا الصلصه بتاع البيتزا زي ما انتم شايفينها كده. ودلوقتي بقى حبايبي هنجيب الحشو بتاع البيتزا كده زي ما انتم شايفينه. فاول حاجه هنجيبها الفلفل الاخضر، فنقطعه طرنشات وبعد كده نحطه على الوش. وكده بقى ايه رصينا على الوش كده وش البيتزا الفلفل، وبعد كده هنكمل بقى الوش بتاعنا. هنحط على الوش لانشون، جبناه كده على حتت صغيره زي ما انتم شايفين. هنرصه بقى على الوش كده مع الفلفل ومع طبعا الصلصه بتاعته. هنا طبعا فلفل وحطيت الصلصه بتاعتها وحطيت لانشون ولسه هحط الجبنات اللي انتوا هتشوفوها معانا. انتوا ممكن تحطوا اي حاجه عايزينها، يعني ممكن تحطوا الذوق، ممكن تحطوا لحمه مفرومه لو عايزين، ممكن تحطوا اي حاجه عندكم يعني مش شرط. دلوقتي بقى خلصنا اللانشون ورصيناه على الوش زي ما انتم شايفينه. بعد كده بقى هنجيب التشكيله دي، انا كنت جايباها من السوبر ماركت، فيها زيتون وفيها تركي وفيها موتزاريلا وفيها جبنات كتير. يعني بصراحه تشكيله اسمها تشكيله البيتزا، فبتجيبيها من السوبر ماركت جميله قوي. نرش بقى على الوش كده بقى. رشينا اللي هي الجبن التشكيله اللي هي بتاعت البيتزا. دلوقتي بقى احنا حطينا الوش اللي هو احنا قلنا لكم عليه. طبعا الحاجات اللي احنا قلنا لكم عليها كلها طبعا فيها لانشون وفيها زيتون وفيها انواع جبنات كتير، وطبعا دهناها صلصه وكده. بعد كده هنحط وفلفل طبعا طرنشات. فاهم حاجه تهتمي بالوش، لو اهتميتي بالوش هتطلع جميله وخطيره وطعمها جميل. فبعد كده هنجيب جبنه تركي ونحطها برده على الوش كده، هي مقطعينها طرنشات. فبصراحة التشكيلة اللي أنا جايباها من السوبر ماركت دي جميلة قوي قوي، بتدي طعم خطير للبيتزا. وبيبقى فيها بصراحة حاجات ياما، جبنات ياما وزيتون وكل حاجة فيها، بس احنا بنحط برضو الحاجات دي زيادة تديها طعم أحلى. زي ما انتوا شايفينه كده رصينا بقى الايه الجبنة التركي كلها على الوش. حطينا بقى التركي على الوش كده زي ما انتوا شايفينه، بصوا شكلها جميل ازاي. فجبنا بقى ايه هنحط معاها كمان موتزاريلا، جبنة موتزاريلا، فعلى الوش بتديها شكل خطير. وغير كده لما تيجي تقطعيها بتمط معاكي. فانا كنت جايباها وحطاها في التلاجة، فبسيبها اما اجي اعمل بقى البيتزا بطلعها قبلها بفتره عشان خاطر الحاجه ما تبقاش متلجه تبقى فكه معايا. هنجيبها بقى ايه الموتزاريلا ونرصها بقى على الوش كده. بصوا شكلها جميل ازاي وخطير ازاي. هيستاهل بقى لايك واشتراك ولا لا؟ وطبعا اهم حاجه الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بقى حبايبي شكلها النهائي بعد ما خلصناها. فطبعا عشان هندخلها الفرن فاهم حاجه نكون شغالين الفرن 10 دقايق عشان خاطر يبقى سخن ما تخشش وهو بارد. وطبعا هي بصوا كده جاهزه تمام كده. هندخلها وهنسيبها زي من 10 دقايق ربع ساعة في قلب الفرن. وبعد كده لما نلاقيها خلاص اتحمرت نولع عليها بقى، نطفي النار من تحت ونشغل الشواية عليها من فوق عشان وشها يحمر. حبايبي كده زي ما انتم شايفين بعد ما طلعت بقى من الفرن، ايه رأيكم؟ بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة وريحتها خطيرة خطيرة، مش هقول لكم بقى حاجة جميلة مفيش بعد كده. وطعمها هيبقى زي يعني زي المحلات اللي انا عاملاها كذا مرة كده. وبعدين صحية غير بره، يعني دي بدي ان طبعا الحبة الكاملة بنظام الطيبات، فحاجة صحية وحاجة جميلة وعليها كمان فوائد. فهنقطعها بقى دلوقتي مع بعض كده. دلوقتي بقى حبايبي احنا قطعناها كده زي ما انتم شايفينها. هنطلع بقى ايه قطعة معاكم كده ونحطها في طبق. اهو بصي مطة ازاي، بصي الجبنة مطة معاكم ازاي اهي. بصي ايه رأيكم؟
حاجة جميلة وحاجة ريحتها خطيرة وحاجة حلوة. ايه رأيكم فيها؟ نمسك بقى قطعة كده ونقطعها نصين مع بعض كده عشان تشوفوها من جوه. بس شكلها خطير وجميلة، سخنة نار، مش قادرة امسكها من السخونية. بصوا شكلها بقى من جوه، بصوا الحلاوة. ايه رأيكم؟